اهلا بيكم حبايبي في قناه بيتو تشانل. معاكم داليا، وهنعمل النهارده احلى صينيه رقاق باللحمه المفرومه بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهتنفع ان انت تعمليها في اي عزومه. معايا هنا الماده الدهنيه، معايا معلقه سمنه بعد ما ساحت، نزلت بقى بشويه بصل ضرباهم في الكبه، مش منعماهم قوي، ضرباهم كويس يعني. لا اما تبشريهم بالمبشره، طبعا ده على حسب كميه اللحمه المفرومه. انا كده كده هعمل النهارده كيلو لحمه مفرومه عشان بعصق بزياده وبعمل بيها اي شغل تاني. تمام. بعد ما شوحت البصله كويس، رحت منزله بالايه بكميه اللحمه المفرومه بتاعتي. هقلب بقى اللحمه المفرومه وافككها كده من بعض لحد ما تستوي وتبقى كلها مفروله كده، وهبتدي ان انا اتبلها. هحط بقى فيها الملح والفلفل، عاوزه تحطي جوز الطيب اوكي، انا ما بحبش احط توابل كتيره فيها. عصجنا كده اللحمه. تعالوا ادي الرقاق بتاعنا اهو اللي هنعمله دلوقتي صينيه، واللحمه بتاعتنا فلفلت وشربت ميتها وبقت زي الفل. بجيب كده صينيه الفويل زي ما بطلعه اوردر بالظبط، بدهن بقى حته سمنه بلدي كده، وبدهن الصاج كله او الصينيه كلها عشان تبقى محمره من تحت. وتعالوا بقى هنعمل ايه. معايا بقى شويه شوربه، لا اما شويه شوربه بقى بط، فراخ، اي شوربه، ان شاء الله شوربه لحمه عادي، بس لازم تكون الشوربه سخنه جدا. وابتدي بقى بالمغرفه كده وايه، واخد الرقاقيه الواحده، وابتدي ادورها يمين وشمال ومن قدام ومن ورا، واشربها بالشوربه، بس مش لدرجه ان هي تتعجن مني او تقع في قلب الايه الحله. وابتدي ان انا احط كده واظبط الرقاقيه، حتى لو هي مدوره ببتدي ان انا اكسرها عادي، بتبقى بقى مرنه وطريه، واقوم منزلاها كده في الصينيه. انا كده خلصت نص كميه الرقاق اللي تحت. هبتدي ان انا احط حشوه الايه اللحمه المفرومه، بحط كده وبوزع الكميه، احاول ان انا ابعد يعني ايه عن الحروف، ما تبقاش ايه الحروف منطوره كده اللحمه، احاول ان انا ابقى ايه مجنبه كده الحروف، واكمل بقى بقيه الايه الرقاق. طبعا بتحطي بقى على حسب القالب او على حسب الصينيه اللي بتعمليها، ممكن تحطي 4 رقات تحت واربع رقات فوق، 3 5 اللي انت عاوزاه بقى على حسب الحجم الصينيه اللي انت بتعمليها. مجرد ما انا بعمل الرقاقه على طول بتنزل بتبقى طريه، بقدر ان انا يعني اتحكم فيها في الايه في الصينيه اللي انا بعملها، سواء مربعه مدوره مش هتفرق معايا. قبل ما احط الرقاقه الاخيره جبت بقى مصفى كده، ورحت واخده منها الرقاق اللي وقع في الشوربه، الرقاق اللي طري وقع في الشوربه حطيته، وحطيت بقى الرقاقه الاخيره على الوش كده بنظافه. هبتدي امسك مغرفتين شوربه واقوم حاطه على الجوانب كده، وخلاص ادخلها الفرن. بعد ما دخلت الفرن درجه حراره عاليه زي ما انتم شايفينها كده. اول ما تطلع، لو انت عاوزه الوش ما يبقاش مقرمش ومحمص كده، هنعمل ايه؟ اول ما تطلع وهي سخنه هقوم مغطياها باي صينيه او اي فوطه. تمام. تعالوا بقى لما تهدى، تعالوا بقى نشوف نقطعها وندوقها، خليكم معايا. تعالوا بقى بينا نقطع صينيه الرقاق بتاعتنا وندوقها ونشوفها. شايفين؟ قطعي بقى التقطيعه اللي انت عاوزاها، بس طبعا قطعي كويس جدا وسلكي المربع قبل ما تطلعيه، عشان طبعا احنا مش مقطعينها قبل التسويه خالص. طبعا الرقاق بيختلف تماما عن الجلاش في التفاصيل وفي الطعم، ده طعم وده طعم تاني خالص. اهو بعد ما سلكناه، بص بقى من تحت، تعالى اوريكم لون جميل ازاي، عامل زي الفطير مشلتت لونه من تحت. ده عشان دهنا الصينيه قبل ما نحطها، دهناها بالماده الدهنيه بتاعتنا، دهنيه بقى زيت سمنه براحتك. شايفين؟ طبعا لو اتعملت بشوربة البط بتبقى مختلفة تماما، او اي شوربة دسمة، طعمها رائع وخطير. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير، والى اللقاء في وصفات جديدة. ميرسي جدا للمشاهدة، باي باي.